الو، معاكم ده. ايه، واخيرا رجع رمضان واجواء رمضان والصلاه والصيام والعباده وقراءه القران، يعني اجواء قسما بالله انه اشتقنا، والله انه اشتقنا. واكيد يعني الاجواء الاسطوريه من ناحيه الالعاب الجيمنج، اجواء ماينكرافت مع الشباب، ولا حتى اجواء المسلسلات، اكيد اللي بعد ما تفطر بتقعد تفتح التلفزيون تتابع لك مسلسل او حتى مباراه. واكيد يعني شيء طبيعي لما تفتح التلفزيون تتابع يطلع لك اعلانات. وهذا هو موضوعنا لليوم، بنحكي عن أسوأ إعلانات رمضانية ممكن تشوفها في حياتك. موضوع صراحة أنا شخصيا بيستفزني، ولما أحكي لك أسوأ فتخيل معي كل شيء، تخيل معي أي شيء ما بصير أنت تسويه، مو بس برمضان، حتى بالأيام العادية ممكن يعملوا منه إعلان. طبعا رح تفهموا معي شو قصدي بعد شوي، بس تشوفوا المقاطع الإعلانية اللي جايب لكم إياها اليوم. بس أكيد قبل ما نبدأ، أول شيء رمضان مبارك عليكم جميعا، والله يتقبل الطاعات منا ومنكم أجمعين يا رب. وأكيد يعني عشان ما أنسى، هاي أجمل التعليقات من آخر مقطع. وكمان قبل ما نبدأ مرة ثانية، اعذروني لو كان صوتي شوي سيء، بس مريض وأصريت إني أسجل هذا المقطع عشان تشوفوا شيء أسطوري وجبار. والآن خلونا نبدأ. طيب بسم الله، نشغل الإعلان الأول. طول اليوم ما ماكلين ولا شاربين، وأول ما يجي وقت الفطور ما نفطر إلا قبل ما نشرب عرق حداد. فطورنا ما يحلى إلا ويا عرق حداد. رمضان كريم. إيش عرق يا أخي؟ إيش فيه؟ ايش شكله؟ هذا بتلاقيه بس يفطر بقول ذهب الاجر وخربت العروق. يا حبيبي ايش فيه؟ يعني يمكن أسوأ شيء ممكن تسوي له اعلان لسفرة رمضان او برمضان. لا يعني انا يا حبيبي متاكد انه في حدا لاعب بالاعدادات اللي عندك، يعني اكيد اكيد العرق ما بصير حتى، يعني حتى بعد رمضان او حتى قبل رمضان، حتى لو ما في رمضان فهو ممنوع. يا اخي وين المشروبات الرمضانيه؟ وين الناس تتعلم الادمي اللي سوى هذا الاعلان انه في شيء اسمه تمر هندي والسوس مشروبات رمضانيه ثانيه؟ استغفر الله العظيم. بس هذا تعرف مثل اللي بيقول لك صام صام وفطر على بصله، هذا لسه أسوأ. يعني اللي فطران على بصله لسه احسن من هذا، على الاقل فطران على شيء حلال، يعني على الاقل الاجر ممكن ينكتب له. والله غباء. تخيل تصوم واخر شيء تفطر على قرف وكل شيء سويته. والله يا مالي عارف شو بدي احكي بصراحه. يعني بتمنى يكون الموضوع مزح، مع انه حتى لو كان مزح فهو مو مزح يعني حلو، مو خفيف، يعني دمك تقيل حابب اقول لك. طيب الاعلانات اللي بعدها هي اعلانات الاغاني بشكل عام. بشكل عام اي اعلان بيكون فيه اغاني، صراحه انا ما بعرف اللي كان عم بيسوي الماركتينج او اللي عم بيسوق لهذا المنتج لما اجت في باله فكره انه انا اعمل اعلان فيه اغاني في رمضان. يعني انا والله ما بعرف شو كان عم بفكر، يعني كيف وشلون الله اعلم. يعني تخيل انك قاعد صايم وتعبان وبدك الاجر، عم تقرا قران، حاولت انك تبعد عن الاغاني، واللي الشيء اللي اتوقع اغلب الناس والمسلمين بيحاولوا يعملوه حتى بالايام العاديه انه يبعدوا عن الاغاني لانها حرام، فما بالك يعني في الايام الفضيله وخصوصا في رمضان تكون هيك والله قاعد عم تتابع مسلسل فيلم او حتى مباراه يا حبيبي، وفجاه يطلع لك اعلان، والله اعلان بين الشوطين هيك، اعلان كلياته اغاني ومحمد رمضان ولا اي شخص تاني. يعني لا، ويعني لا، يا ريت لو الاعلان على شيء بيستاهل، على شيء ممكن انت انك تشتريه، لا بيطلع لك اعلان على كيس شيبس ولا على علبه سمنه، ولا يعني ما في شيء بيستاهل، حتى ما في اي شيء بيستاهل، بس بيطيروا الاجر وبيخربوا عليك المزاج. بس انا صراحه من نوع الاشخاص حتى بالايام العاديه لما اكون عم بتابع مباراه او مسلسل او فيلم او اي شيء، اول ما يطلع اعلان بسوي ميوت صراحه، بكتم الصوت، وحتى لو ما كان في اغاني بكتم الصوت صراحه، اكون معكم صريح. يعني بالله مين فاضي يقعد يتابع اعلان؟ لا وبعدين خلينا نفترض انه اجاك اعلان فيه اغاني لمنتج اسطوري، اوكي المنتج خرافي وما في زيه، حرفيا منتج ما بتفوت. في ناس ما بتسمع اغاني، اول ما تسمع الاغنيه حتى بدون ما تشوف المنتج يا حبيبي، يا اما راح تسوي سكيب، يا اما راح تسوي ميوت، يا اما ما راح تتابع الاعلان كله اساسا. يعني عادي جدا اول ما يطلع الاعلان فيه اغاني يا اما ميوت وما يفهم شيء، يا اما يطفي التلفزيون خلص. فيعني من وجهة نظري حتى الماركتينج زفت، يعني حتى التسويق للاعلانات او للمنتجات باغاني زفت صراحه، لانه في ناس كمان ما راح تتابع الاعلان بس لانه فيه اغاني، فما بالك اذا كان هذا الشيء في رمضان كمان. وللاسف يعني للاسف في اعلانات بتكون منشوره بكل مكان وبكون فيها اغاني، وللاسف انه بتنشب بالعقل، خلاص تنشب بعقل الصايم هاي الاغاني، وخلص بصير يبدا شو يكررها. نفس لما كنا صغار كان كيف كان ينشب في راسنا اغنيه بابا جاب لي بلون يا عيني فهمتوا كيف؟ يعني اكيد يعني والله صوتي زفت. ها اوكي خلاص ما عاد اعيدها. المهم انه حرفيا هاي الاغاني بس تنشب بمخك بتصير انت معصب ويومك بتعكر، وحتى بتصير تدعي على الشخص، تخيل تدعي برمضان على الشخص اللي سوى الاغنيه اللي فيها اعلان او الاعلان اللي فيه اغنيه. يعني والله شيء
مو طبيعي. طيب في شيء صراحة أنا بتمنى إنه يصير برمضان، واللي هو ما أتوقع إنه يصير بس بتمنى إنه يصير بصراحة، واللي هو موضوع المباريات. تخيل معي إنك بتتابع مباراة، بس اكيد ما راح تدفع اشتراك شهري او سنوي عشان تتابع المباراه. سلامات يا حبيبي، انا ادفع 60 ولا 100 دولار ولا ما ادري كم يا حبيبي، حتى لو 20 دولار شهريا ما راح ادفع عشان اتابع ايش؟ اتابع الدور الانجليزي والشامبيونز ليج، هم اساسا الشيئين الوحيدين اللي بتابعهم من كرة القدم كاملة. تخيل بالله، سلامات يا حبيبي، مو مستاهل الاشتراك يعني. المهم رمضان هذا بيكون في كثير مباريات، تظل بتتابع مباراة وفجأة يطلع لك اعلان الزفت اللي بصراحة بستحي شو بدي احكي عنه يعني. والمشكلة انه بعض المواقع كل ما تضغط زر عادي تكون عم تتابع المباراة يطلع لك اعلان، وفي مواقع العن من هيك، حتى بتكون قاعد عم بتتابع المباراه فجاه بيطلع الاعلان، ما بتسوي اي شيء انت ولا حتى اي شيء، فجاه بيطلع لك اعلان يعني. والاعلانات حتى بعد رمضان بتستحي انك تشوفهم يا زلمه، يعني شيء فخاد، يعني شيء انتم فاهمين علي يعني، والله شيء ما بنشاف يعني. طيب بما انه وصلنا الى هنا وما عاد في اعلانات اكثر او اشياء عن الاعلانات انا بتزعجني شخصيا اكثر، لو طلع خلال رمضان هذا اشياء ثانيه فاكيد بعملكم مقطع عنها. بس بما انه ما في شيء، ففي صوره رمضانيه راح تصير تقريبا هاي الفقره الشبه فيكم تقولوا دائمه في مقاطع رمضان، اللي هو بجيب لكم صوره تكون صوره لها علاقه عن رمضان، اي شيء، ممكن تكون ميمز، ممكن شيء تكون شيء غريب، اي شيء، فاهمين كيف؟ بحاول اخليها بكل مقاطع رمضان. طيب خلونا نشوف صوره او الصوره الرمضانيه لهذا المقطع. عندنا هاي الصوره ومكتوب عليها فيلق الاستغفار. اخ يا اخي، يا اخي والله في بعض الفانز يعني مو طبيعيين، خصوصا فانزات اتاك اون تايتن وون بيس، اكثر فانزين متعصبين شفتهم في حياتي كامله يا رجال. بعدين هذا جزء جديد شكلي ما تابعته الصراحه، اسمه اتاك اون شياطين، ولا اسمه زي ما كاتبين فيلق الاستغفار. والله مو طبيعي يا اخي. اخ الحمد لله دائما وابدا. طبعا كمان قبل ما انسى، لا تنسى تروح وتشوف المقطع اللي نزلته قبل هذا المقطع، مقطع خواطر داي، السلسله المنافسه الوحيده لاحمد الشقيري وباري تيوب من الاخر، او خواطر باري. حلقه من خواطر مو طبيعيه، حكيت فيها عن قصه النمرود بشكل مستحيل تتخيلوه، فيعني لازم تروح وتشوف القصه لانه انا متاكد انها راح تعجبك. واكيد لو عجبتك تدعمها بلايك عشان تستمر هذه السلسله خلال شهر رمضان المبارك. واكيد يعني بما انه وصلنا لهون، وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسى تكتب لي رأيك في التعليقات، ولو عندك أي شيء حاب أعمل عليه ردة فعل روح وتابعني على الانستغرام وارسل لي إياه هنيك، أو اعمل لي منشن، وإن شاء الله أنا بروح وبشوف المقطع ومننزله ونسوي عليه ردة فعل. أكيد رأيكم كتير مهم، فلا تنسى تعليق جميل مثلك، اكتب لي رأيك على المقطع، أشياء حابب نطورها، أشياء حابب نحكي عنها، أو حتى امدحني يا أخي، أكيد يعني لأني الأسطورة. اشترك في القناة ما كنت مشترك، ولا تنسى تتابعني على الانستغرام، بتلاقي الرابط تحت بالوصف. وبس، كان معكم داي وبيس. رمضان يا شهر الإحسان، شهر الغفران، رمضان رمضان، شهر الغفران، رمضان 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 رمضان.